ايه شعورك بقى يا خال لما شفت التيفو في المدرج كده وعرفت ان دي صورة؟ والله يعني يعني ما كنتش متوقع وانا ما شفتوش، ده ناس قالوا لي وبعدين بعتوا لي. تمام. فهو الفرحه كان يوم اللقاء ده، وانا ماشي كانوا طالعين من ميدان لبنان من عند نادي الزمالك ورايحين على اكتوبر. فانا ماشي مشغل الست ام كلثوم طبعا، وفوجئت لقيت الهيلمان ده. الله وكاس اكبر، ده افريقيا. احنا اهلي، يعيش الاهلي، يعيش الاهلي، يعيش الاهلي طبعا. واحنا اصلا عيله اهلاويه من زمان. اكيد. أفضل عن من جد. ايام الكابتن محمود الخطيب. ده في مره الكابتن شطه جاب جون الشقلب في الاول 3 مرات. يا اهلي يا كبير العيله، يا اللي بتجيب الذهب بالكيلو. اللهم صل على النبي. وكانت فرحه حلوه فعلا يعني. اول ما فوجئت كده بالكاس، ده كنت عايز اشيله والف بيه. والكابتن برضه محمود الخطيب، محمود يا خطيب يا لعيب الكوره، يا نجم ساطع وصيتك نور الكوره. ان غبت بالاعتزال، ان غبت بالاعتزال، صيتك رمز للكوره. طب ايه رأيك بقى في الترند والشهرة ده حاجه شغل عالي، الله اكبر يعني. يعني جايز استاهلها. تستاهل يا خال. طبعا يعني. وبعدين ما حدش قال لي قول، ده انا فوجئت كده. ايوه. بيصوروني قلت يعيش الاهلي، يعيش الاهلي، يعيش الاهلي. هي كانت صدفة حلوة جدا. كانت صدفه حلوه. ومن حوالي 4 سنين أو 5 سنين. والتيفو ده اللي في المدرج هو اللي هي نفس الصوره. عادت وده تكريم حلو قوي من جمهور الاهلي ليك والله. طبعا طبعا. حبيبي طبعا. يا خال، تعيش لنا يا خال الله بصحة ان يخليك يا شاء حبيبي، الله. الله يخليك. الله الله يكرمك. يخليك يا صاحبي. تحيا مصر، تحيا مصر. الاهلي، انا اهلاوي والله اهلاوي، والعيله كلها اهلاويه.